وعلى موعد من وفاء لشهدائنا الأبرار في ذكراهم السنوية يوم الشهيد. أما الهدف فهو دعم وتحفيز تلاميذ الأقسام النهائية لاجتياز شهادة البكالوريا. إلى متوسطة علي بوخالفعيد. طبقا للتعليمات السي المعالي وزير التربية الوطنية الذي أصر فيه بعقد هذه الندوات وتعيين هذه المراكز على مستوى دوائر الأم التابعين لمدينة باتنا وتقريب هذه المراكز التكوين في خلال العطلة. هذا الهدف منه. أولا نقرب المركز للأستاذ لأننا نحن في شهر رمضان والحمد لله وجدناهم مسرورين فرحين على هذه المبادرة الطيبة. وأيضا بالنسبة لولاية باتنا تم فتح 3 مراكز، مركز في مدينة باتنا ومركز في مدينة باركة ومركز آخر في مدينة مروانة. الأساتذة المتكونين في هذا المركز للتكوين بباركة، نشكر كل القائمين على هذا التكوين. القرآن الكريم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. ندعو بناتنا وأبنائنا إلى العمل على التحصيل العلمي الجيد. للبحث لجامعة باتنا 2 يوما دراسيا حول آفاق الانتساب لهذه المدرسة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية للشعب العلمية والتقنية. مصطفى بن بولعيد، أين خطت مسابقة تحدي القراءة العربي حروف طبعتها السابعة. على بعد 87 كيلومتر غرب ولاية باتنا وإلى آخر نقطة من حدودها ساعد بن صديرة في غياهب مناطق الظل. وحفل ختامي لسنة دراسية، مرافقة بيداغوجية شاملة أخذت أهم محاورها من مخرجات الندوة الولائية المنعقدة يومي 13 و15 مارس المنصرم بدار المربي، والتي بادر بها السيد مدير التربية الأستاذ عثمان حمنا بالتنسيق مع مركز التوجيه والإرشاد المدرسي لمرافقة. نرحب بضيوفنا الكرام خلية الإعلام والاتصال. هنا لدينا 15 حجرة، يعني 300 مترشح. حافظة مسؤولية الرواق وبما تحتويه من جميع الوثائق. بخطى ثابتة وأرواح مستبشرة بالنجاح، استقبل مركز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط بثانوية بهلول الزبير بباتنا تلاميذه من المترشحين لشهادة التعليم المتوسط لدورة 2023. المترشحين 309 من تحضير جيد، سواء من حيث النقل سواء من حيث الإطعام وخاصة من حيث الملاحظين أيضا في كل يعني في ثانوية بهلول الزبير، ونتمنى لصحابي ينجحوا وفيق إن شاء الله الجميع. شعبة التقني الرياضي باختياراتها التالية، وهي هندسة كهربائية، هندسة مدنية، وهندسة طرائق، بالإضافة إلى شعبة الرياضيات. فيها شعبة العلوم التجريبية فقط، فيها 643 مترشح من بينهم 140 ذكور و203 إناث موزعين حسب الحجرات جدا. بالنسبة للتأطير لدينا 92 مؤطر بين أساتذة وعمال 80 مركز بمجموع إجمالي عدد المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا 31177. وهذا ما يدفعنا إلى البحث. 1
الشكر موصول وجزيل الشكر لمديرية تربية ولاية باتنا على التنظيم الرائع والجو الأخوي الذي قدموه. أشكر كل القائمين على هذا المهرجان أو على هذا العرس الوطني، ألا وهو مرحبا بكم في ولاية باتنا، ولاية الأوراس الأشم اللي راهي منطقة الإدارية الأولى الأوراس اللي كان يمثلها مصطفى بن بولعيد. تحت الرعاية السامية للسيد وزير التربية الوطنية وإشراف السيد والي ولاية باتنا وتنظيم مديرية التربية للولاية، افتتحت بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة فعاليات المهرجان الوطني المدرسي لنوادي البحث التاريخي في طبعته 14. هذا وقد توالى عرض الأعمال المشاركة للفترة الصباحية لولايات قسنطينة، برج بوغريريش، سعيدة، تبرازا وتيزي وزو. سلام الله عليكم. أما بعد، نحن وفد ولاية برج بوغريريش ممثلي الولاية في المهرجان الوطني لنوادي البحث التاريخي من متوسطة عابد الحواس سيدي مبارك. الموضوع يتمحور حول بيان أول نوفمبر. نشكر والي ولاية باتنا ومديرية التربية للولاية على تنظيمهم لهذا المهرجان، ونشكر كل من خرجة سياحية وتاريخية، كذلك إلى المناطق الأثرية في كل من نقاوس، وكذلك بالنسبة لتملود. شاركنا في التظاهرة، وإني جد مسرور بمشاركة ولاية وهران الباقية في هذا المهرجان. مهرجان طيب ذكر لحد الآن بالزمة، وهذه أول مشاركة لنا، وهذه المشاركة على حادثة تعرف بحادثة الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أعرفكم عن نفسي. أنا تلميذة مصوصي ماريا، متحصلة على المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 19.95. ظروفك الله يفرحك شرفتينا بنتي، وشرفتي الولاية، وشرفتي قطاع التربية، وبارك الله فيك. بزاف جينا نزوروك وديما هذوك في السي تاع المديرية. I finally did it. متى إعلان نتائج شهادة على مدار شهر كامل حظي الأساتذة المدمجون للأطوار الثلاثة بتكوين بيداغوجي تحضيري. العملية التي شهدتها ولاية باتنا على غرار ولايات الوطن رصدت لها مديرية التربية جميع الإمكانيات البشرية والمادية من أجل ضمان سيرها بالشكل المطلوب. ثانوية بلدية عزيز عبد القادر للسنة الدراسية 2023-2024. تعلمية مادتي التاريخ والجغرافيا. الملتقى الذي يندرج ضمن المخطط التكويني القطاعي تنظمه مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المفتشية العامة. وقد افتتح السيد عثمان حمدنا مدير التربية لولاية باتنا أشغال هذا الموعد التكويني. والله شرف الوطن فيك، شرف لك، شرفتنا كامل.
صحيح كانت عدة التزامات من أجل الدفاع كان يطالبوا